السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحبابنا خوتنا أصحابنا، مرحبا بكم. اليوم إن شاء الله راح نعطيلكم طريقة ملء لافيش ديلفاج اللي نتبعوا بها الطيور تاعنا، وهذه الوثيقة هي بمثابة بطاقة الهوية تاع الطائر تاعنا. كما راكم تشوفوا هنا 2018، هذه ابعثها لي خويا حسين ربي يذكره على خير تاع باري، بعثها لي مع الطيور تاعها، مع الطيور تاعو، وراني اليومين هذا راني نتبع في الطيور بهذه الوثيقة. يعني باش نروحوا للاحتراف لازمنا نواكبوا الموجة، لازم نركبوا الموجة خاوتي، ولازم الواحد يطور شوية من القدرات نتاعو، ما يبقاش غير مقوقع غير على التربية التقليدية. نعطيلكم شوية ليستوريك تاع هذه البطاقة. كما راكم تشوفوا 2018 2019 2020 وهي رايحة. نبداو على بركة الله. طريقة ملء هذه لافيش ولا هذه البطاقة، أولا فيش ديلفاج نيميرو، نعطيو لها رقم لافيش هذه، ليلفور المربي، الاسم واللقب تاع المربي، واش من جمعية ينتمي، لاني العام، نحطو الموسم كما رانا دوكا 2023، لاكوفي عندنا 1 2 3 1 2 3، الأنثى واش من راس، والذكر واش من راس، بمعنى السلالة والطفرة تاع الذكر والأنثى. نروحو لاكوفي نيميرو 1، رقم 1، رقم القفص، نحطو رقم القفص، يعني كل الأقفاص تاعنا لازم نرقموهم. ومن بعد عندنا تاريخ التزاوج، اكوبلي لو، تاريخ التزاوج، رقم الخاتم تاع الذكر، رقم الخاتم تاع الأنثى، العام اللي مكتوبة على السنة، سنة التحجيل تاعهم الذكر والأنثى. وهنا ملاحظات بالنسبة للطفرة ولا للسلالة نزيدو ندونوهم هنا. نفس الشيء بالنسبة للقفص رقم 2 والقفص رقم 3، إلا عندنا مثلا 3 أزواج. هذه لا بريمير بارتي، القسم الأول الخاص بالأبوين، والقسم الثاني الخاص بالفراخ. القسم الثاني الخاص بالفراخ عندنا العش الأول، العش الثاني، والعش الثالث. هنا عدد البيض من 1 إلى 6، كما راكم تشوف من 1 إلى 6 في كل عش، هذا إذا كانت 6 بيضات. الخانة هذه نحطو فيها تاريخ وضع كل بيضة. علاش قبل كنت نقول لكم كي توضع الأنثى البيض ترقموهم بستيلو فاتر ولا قلم لين، تحطوا رقم 1 2 3 4 5 فوق البيض، كل بيضة وكتاش حطتها. في الحالة هذه راح نستعملوا البيض البلاستيكي. هنايا عندنا ليكلوزيون، وكتاش فقس البيض، كل بيضة وكتاش فقست. إلا حضنتهم في يوم واحد راح يفقسوا كامل في يوم واحد، وإلا حضنتهم على انفراد كل يوم راح تفقس بيضة، نحطو التاريخ تاع الفقس تاعها. هنا وكتاش حجلنا كل فرخ، تاريخ تاع التحجيل كما راكم تشاهدوا. هنا الخانة هذه تاريخ خروج الفرخ من العش، وهنا وكتاش تاريخ فطم الفرخ ولا فطم الفراخ، كل فرخ وكتاش فطمناه ولا فطمناهم في نهار واحد كامل، إلا فقسوا في نهار واحد كامل. الخانة الموالية هي الرقم الخاتم لكل فرخ، كل فرخ عنده خاتم في رجله وفيها رقم، ندونوا الأرقام تاعهم هنا. الخانة الموالية هي تحديد جنس الفرخ، يعني ذكر أو أنثى. الخانة هذه ندونوا بعض الملاحظات. والخانة الأخيرة سمعوني مليح خاوتي، الخانة الأخيرة هذه مكتوبة ديستيناسيون، يعني الوجهة تاع الطائر هذا إلا كان ديستيني لا ريبرودكسيون العام الجاي، يعني باش نعاودو نديرو التزاوج تاعو، ولا للبيع. خلاصة القول هاد لافيش هذه لافيش ديلفاج
هي بطاقة الهوية تاع الطائر تاعنا. خويا المربي خدم بها كي تجي تبيع الطائر تاعك، خاصة في الطفرات كناري ولا حسون، تعطيلو البطاقة هذه على بالو ليستوريك تاع باباه ويماه وكلش، ليستوريك تاع الزوج كامل في البطاقة هذه. تقدر من وراها تقدر تزيدلو تكتبلو فيها نظام التغذية والمكان اللي كان عايش فيه، يعني بعض الملاحظات اللي تقدر تزيدها وتفيد بها المشتري اللي يشري عليك هذا الطائر. هذه البطاقة هذه المربي يشكلها على شكل كتاب كيما هكا، كتيب صغير يدون فيها بالقلم، ويدير في الميكرو ولا في البيسي تاعو نموذج كيما هذا موديل، ويعمر لي زانفورماسيون المعلومات تاعو يعني على نظافة ليست بالقلم، ويخبي هذا الكتاب تاعو يخبيه كأرشيف عنده. هو تاني في السنوات المقبلة يجي يقوم بعملية التزوج بين الطيور اللي كانوا عنده، يعرف شكون باباهم شكون يماهم وشكون الأجداد تاعهم الجدود تاعهم، وهي رايحة. هذه هي خوتي، ان شاء الله نكون فدتكم ولو بالقليل، ودوك نحاول ان شاء الله نوجد لكم كوبي منها، ونشوفوا كاش جماعة اللي يعرفوا يخلطوا شوية في السيستم انفورماتيك يحطوها لنا في كاش سيت ولا موقع، والناس تقدر تيليشارجيها وتخدم بها ان شاء الله. هكذا خوتي، تهلاو في رواحكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.